في مشهد يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، أثار تدوين مؤثرة لنشرتها الوزير الموريتاني السابق سيد نهى هارون الشيخ سيدنا، تفاعلا واسعا في منصات التواصل الاجتماعي، بعدما عبرت فيها بإسهاب عن إعجابها بالتجربة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، معتبرة أن المملكة أصبحت نموذجا تنمويا ملهما لإفريقيا والعالم. جاء ذلك من خلال تدوينة نشرتها الوزير السابق عبر صفحتها الفيسبوكية الرسمية، أرفقتها بمقطع فيديو يوثق إنشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالنموذج المغربي في قطاع التعليم، حيث وصف التجربة المغربية بأنها ثورة حقيقية على مستوى القارة الإفريقية، في إشارة إلى التحول العميق الذي شهدته المنظومة التكوين والتعليم بالمغرب، من التعليم الابتدائي وصولا إلى الجامعة والمعاهد العليا، بما فيها مؤسسات مرتبطة بشبكة البوليتكنيك الفرنسية التي باتت تطلب المغاربة يحققون داخل نتائج مميزة تعكس جودة التكوين وكفاءات الوطنية. وفي تدوينتها أيضا نشرت أن المغرب ليس مجرد جار تجمعه بموريتانيا الحدود، بل وطن أخوة راسخة مشددا على العلاقات بين الشعبين تقوم على وشائج التاريخية ووحدة القيم والروابط الدم، غير أن هذه التدوين بما حملته من إشادة قوية بالمغرب وقيادته فجرت موجة من الهجمات الإلكترونية، خاصة من طرف حسابات محسوبة على الذباب الإلكتروني الموالي للنظام الجزائري وأدرع جبهة البوليزاريو الانفصالية.